بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين قناة زاجل. حياة جديدة تلك التي يشهدها أطفال مدرسة خديجة الكبرى بمدينة البيضاء عقب إنشاء أول حضانة متخصصة في تعليم منهج المونتيسوري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. قدامي لها غاية وأمل، وهالغايات متجامل عدو لا صديق، ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوى عمل. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب به، الحل عندي ولو تصعب يهونها ويذكر، يا كثر أيام صعبة بس تعدي، صعبة بس تعدي. كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية تقف. أنت تم طرح هذه الفكرة والبدء في تنفيذها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. أولا هذه الفكرة طرحت في هذا العام، وكانت فكرة موجودة عند اللجنة المشرفة على هذا البرنامج، فقلنا نحن كمدرسة خديجة الكبرى بإعداد الغرفة وتجهيزها، وطرحوا علينا الفكرة، فجهزنا هذه الغرفة وقلنا لهم تعالوا. لما شافوا الغرفة وشافوا التجهيز الكامل أبدوا الفكرة وبدوا يشتغلوا معنا. هل كانت عندكم فكرة على الفصول هذين من قبل أو لا يعني؟ والله بالنسبة كمدارس موجودة في البيضاء أو مدرسة خديجة البيضاء ما كانتش عندنا الفكرة هذه من قبل، هي فكرة جديدة وطرحت للحالات الخاصة اللي يهمنا، وسيوضحها الأستاذ محمد فيما بعد. من قبل ما طرحتش علينا إلا السنة، أول مرة تطرح علينا هذه الفكرة. ما هي الشروط التي يتم بها قبول الأطفال في هذا الفصل؟ بالنسبة للشروط لقبول هذا الفصل سيوضحها الأستاذ محمد ووضحها الأستاذ سعاد، لأني أنا طبعا كمدير مدرسة وفرت الغرفة ووفرت المكان، وباقي العمل حيكون مع اللجنة المشرفة اللي هو الأستاذ محمد والأبناء. السلام عليكم، سعاد مفتاح مدرب رئيس. طبعا الأنشطة متوفر عندنا من الركن الحسي اللي معتمد على الحس البصري بس، طب والركن الرياضيات، ومتوفر عندنا اللغة العربية والجغرافيا، قسم الجغرافيا يعني ايش، وللثقافة يعني. هل كانت عندكم فكرة من قبل عن نوعية الفصول هذه أو لا؟ لا أول مرة يعني أنا كمدرسة فئات وماسكة فئات خاصة، أول مرة يعني تصادفني الفكرة هذه. في شهر 1 قمنا بإقامة الدكتورة نور صقر بدارت لنا يعني دورة تدريبية للمنطقة الشرقية، والحمد لله وفقنا الله فيها، وفتحنا غرفة في مدرستنا تعتبر الغرفة الأولى والوحيدة في مدينة البيضاء. وطبعا في البيضاء أكيد فيه يعني صعوبات تعلم، يعني يشمل الطلبة اللي عندهم توحد أو طيف توحد، وعندهم صعوبات في التعلم بشكل يعني ما يقدروش يواكبوا زملائهم في التعلم. يعني ايش قبلنا مثلا بدينا الاسبوع اللي فات، اصلا كان عندنا مهام قضيناهم. هل هناك اي مردود مادي لهذا الفصل يعني؟ لا ما فيش اي مردود، لا ما درنا لش. طبعا هو عام يعني هو ديرتها الدولة، وهنا موزعين 40 غرفة على ليبيا، كل مدينة لها غرفة، ونحن في منطقة البيضاء حظينا بالغرفة هذه وجبناها للمدرسة. يعني الحمد لله بفضل الله يعني تم القبول وخذيناها المدرسة خديجة يعني، ونقبل في الطلبة يعني اللي عنده صعوبة في التعلم سواء من المدرسة أو خارج المدرسة، لأنها ايش تشمل جميع الفئات العمرية اللي عندهم صعوبات في التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تو الآن متواجدين في غرفة مصادر داخل هذه الغرفة في مؤسسة خديجة الكبرى مدينة البيضاء، قطاع تعليم البيضاء. غرفة المونتيسوري طبعا هي شيء مهم جدا، يعني المفروض ان يكون متواجد في كل مدارس المدينه. ليش؟ لان طبعا المونتيسوري طبعا انا اعطيكم فكره موجزه عليها. هي طبعا اسستها الدكتوره ماريا مونتيسوري ووليد 1807. انشات الغرفه اللي موجوده امامكم، الحمد لله متمكنين ان شاء الله، يعني ان شاء الله متمكنين، يعني ناول الأوضة سعاد عن الأوضة حنان هذه موجوده، وان شاء الله عندنا دوره تدريبيه قريبه للمعلمين الفئات الخاصه الموجودين في الكادر الوظيفي، موجودين عن الفئات الخاصه موجود، عندنا دوره تدريبيه، وان شاء الله جاي لكم غرفه غرفتين مدينه البيضاء حيوضعن في المدارس وحنشتغلوا عليه.
يعد فصل المونتيسوري بيئة تعليمية فريدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة من خلال توفير فرص التعلم الشخصي والاستكشاف والتفاعل. ويساعد هذا الفصل في صقل مهارات الأطفال وتعزيز تطورهم الشامل. كان معكم مراسل قناة زاجل عبد الرحمن مفتاح. باقي أيامك إذا بانت خيوط الشمس وداعا نقولها للأمس، وفز اليومك تنفس حياتك تنتظرك بشوق. تحيالك ولإصرارك قوية قاهر أعدائك، مثل كل يوم مقدارك بهالإحساس طاير فوق، كثر ما تعشق أحلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.